بقينا في زمن البنات القادرة الفجرة، البنات اللي ما عندهاش أي دم ولا أي حياء ولا أي خجل. كنا زمان لما بنت بتمشي بنص كم شوية كده وماشية، كان الناس ياما بتقوله تتكلم عليها، وده يا بنتي استري نفسك، يا بنتي داري نفسك، وده يقابل أبوها ويتكلم، وده يقابل أمها وتتكلم. احنا دلوقتي بقينا في زمن ايه؟ البنت ماشية سايبة شعرها في الشارع وماشية. طب انت سايبة شعرك لمين يا حبيبة قلبي؟ البنت لابسه البنطلون اللي مقطوع من على الركبه ومن فوق الركبه ومن تحت الركبه متقطع، وتقولك ده الموضه. بتقلدي مين يا حبيبه قلبي؟ البنت ماشيه لابسه تيشيرت او بادي او غيره او غيره، تعتبر مش لابسه. البنت ماشيه كل الهانش بتاعها يعتبر مش لابسه بنطلون اصلا. احنا بنقلد مين؟ ده الغرب المفروض ان هما اللي يقلدونا، مش احنا اللي نقلدهم. انتوا ليه ناسيين ان في رب هيحاسبنا؟ ليه ناسيين ان احنا على دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ بقيت اشوف واسمع ان تلات ارباع البنات والشباب كمان، بس انا موضوع النهارده عن البنات، ما بتصليش. يدوبك هي على الكوافير والباديكير والمانيكير، حتى البنات اللي في الارياف كمان اللي ما بيروحوش للكوافير حتى تلاقي دايما مربيين ضوافرهم على الاخر، المانيكير على ضوافرهم. البنت اللي خارجه الدرس في اولى اعدادي وفي تانية اعدادي وفي تالتة اعدادي وفي ثانوي، تلاقيها حاطه مكياج كامل وعامله ميك اب كانها رايحه فرح، مش رايحه درس، مش رايحه تدرس. طب انتي يا حبيبتي بتحطي لمين؟ بيجي هنا دور الام ودور الاب، وبالاكتر الام، لان الاب ممكن يكون بيطلع من الصبح ما بيجيش غير اخر اليوم، يعني مش شايف بنته وهي خارجه الدرس، وهو يدوب بيسيب المصروف وبيمشي. فين دور الامهات؟ فين دورك يا امي لما تكوني انت بتصلي وعارفه ربنا وتدعي انك ست ملتزمه، ومخرجاه لبنتك على سنجة 10، ومخرجاها ماشيه تقريبا شبه عريانه، مخرجاها محزق وملزق زي ما بنقول بالمصري بتاعنا، ومخرجاها بالمكياج والقصه والطرحه اللي في نص شعرها، وكانها راحه تجيب لك عريس، مش راحه تجيب لك تعليم وتستفاد وتيجي. احنا فين كأمهات؟ احنا فين من ربنا يا جماعه؟ بقينا فين؟ في زمن ايه؟ انت بتصلي؟ انت متأكدة يا كل ام؟ ده انا بقيت اشوف الامهات هم نفس الحوار. يعني البنت بقت بتقلد امها، تلاقي الامهات ماشيه العبايه هتقطع جسمها. ايه يا جماعه؟ بتفتني مين غير جوزك؟ عايزه رجاله مين تبصلك غير جوزك؟ انت عايزه راجل يبصلك؟ يبقى انت ما تدعيش انك محترمه في يوم من الايام وتقولي ده انا ابنة راجل، لان انت ماشيه بتفتني الرجاله بجسمك، بتبيني مفاتنك قدام رجاله غريبه. انت لو بتتقي ربنا في نفسك الاول ثم في جوزك، مش هتمشي بالطريقه دي. اللي خليكي تروح تشتري عباية هتقطع جسمك، لا اشتريها انت واسعة، اشتريها واسعة تداري مفاتنك وتداري جسمك. هتقولي انا جسمي تخين وكده كده بيبان. في حاجة اسمها الخمار، الخمار في ايدنا انك تداري نفسك. صدقوني الست او البنت اللي عايزة تستر نفسها والله العظيم لو هتجيب ايه وهتلبس ايه وهتعمل ايه، زي ما الواحدة بتتفنن ان هي تظهر مفاتنها، وبتتفنن ان هي تطلع جميله قدام الرجاله اللي بره، وكل واحده شايله لي حواجبها خالص وعامله تاتو وعامله حنه وعامله. بتتجملوا لمين يا جماعه؟ بتتزينوا لمين؟ ليه لما تمشي في الشارع تخلي مليون راجل يبصلك وتاخدي ذنوب؟ هتستفيدي ايه؟ هتستفيدي ايه الا اذا كنت انت بقى انسانه مش مظبوطه ومش محترمه، وبالتالي بنتك هتراعيكي. كل بنت بتطلع شبه امها. البنت لما تشوف امها انسانه محترمه، انسانه ملتزمه، انسانه بتصلي، انسانه على خلق، انسانه ما بتجيبش في سيره الناس، هتلاقي بنتك بالطبع طلعالك هتبقى محترمه ولابسه ضيق، مش لابسه ضيق، مش لابسه عريان، هتلاقيها محتشمه، هتلاقيها ملتزمه بتعليم دينها، انسانه بتصلي، انسانه قريبه من ربنا، انسانه بتخاف على البنات اللي حواليها، ما بتتكلمش في سيره بنت مش موجوده معاها. هتلاقي بنتك طالعالك بالظبط. فاحنا عشان نعالج بناتنا لازم نعالج نفسنا احنا الاول، لازم ندور على نفسنا احنا الاول ونشوف احنا بقينا فين من ربنا، بقينا فين من ديننا، بقينا فين من رسولنا، بقينا فين من حيائنا وحفظنا لكرامتنا قدام حتى على الاقل نفسنا، قبل ما نكون بنصون جوازنا وبنصون حبنا لربنا. يا جماعة فوقوا، فوقوا. ما بقاش حاجة عن
ان القيامة تقوم فوق يا جماعة. كل ام حافظة على نفسك، استوري نفسك واستوري بنتك، واقعدي بينك وبين نفسك وقولي انا بتجمل وانا خارجة بره المين. انت عارفة تدخلي على كل واحدة في البيت، اقسم بالله وانا مصدقة الكلام ده وواثقة منه مليون في المية، ان تدخلي على كل واحدة في البيت تلاقيها شعرها منكوش، وتلاقيها لابسة هدوم البيت اللي ريحتها بصل، وتلاقيها بهدوم اللي بتطلع بها للفراخ والكلام ده كله. بتبقى في البيت مش عايزة اقولك، لكن بره على سنجة 10. انا خارجه من بيتي يبقى سنجة 10، المكياج والبرفان والعباية اللي هتقطع جسمي وي 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 وي. لمين؟ جوزك اللي طفحان الدم علشانك ما بتعملولوش كده. جوزك اللي قاعد صبع العشرة دم شمع وبيطلع من الصبح يتذل لده ولده والمدير واللي جنبه ولده ولده عشان يجيب لك قرش تصرفي عليه وعلى عيالك بالحلال. ايه المقابل اللي انت اديتهوله او اللي انت بتحسسيه بيه؟ ان انت كده. استودعكم الله.